اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. موضوع اليوم متعلق برئيس الحكومه السابق عبد الاله بن كيران، وخرجنا الشارع باش نسولوا بعض المواطنين المغاربه شنو الراي ديالكم في ابعاد عبد الاله بن كيران عن رئاسه الحكومه. شاهدوا جميع الاراء ديالهم ونرجعوا لكم. هو صراحة تقريبا الولاية ديالو الأولى 5 سنين وحنايا في حكم صراحة مؤقت. اليوم عاد تطلق الله سراحنا وخرجنا، يعني ولينا أحرار، ونتمناو سيدنا انه يكون الاختيار ديالو اختيار موفق، لان سيدنا حنا كنثيقوا فيه. بن كيران كان خدام، ولكن حنا القرار الاول والاخير ديال سيدنا، حنا كنحترموا القرار ديال سيدنا واللي دار سيدنا حنا معاه. حنا بن كيران كان خدام، ولكن سيدنا مني قال حيد بن كيران كلامه هو الكبير، وكنتمناو من سيدنا حتى حد ما يختار رئيس حكومه يكون هو اللي كنتيقوا فيه، حيت حنا كلنا ثقنا في الله سبحانه وتعالى وفي سيدنا محمد السادس. كنتمناو منه هو يختار اللي غيمثل البلاد، وراه هو كيعرف مصلحه البلاد كثر منا وقبل منا. السي عبد الاله بن كيران رئيس حكومه منطقي، ما لقاوش شي واحد من غيره. من الاحسن لينا البلاد، هو اللي خدم في صالح البلاد، دار الرميد، دار شحال من حاجه كنا شحال هادي وحنا باغيين نوصلوا له، هو وصلنا له السي عبد الاله بن كيران. وبينك ما يسالش، ما دار لينا والو، دار لينا الرميد. غنموتوا حنايا الرميد، راه كتمشي للرميد كتدفع شي طبيب كتسنى واحد الرونديفو 5 شهور 6 شهور، ما دار والو. من بعد كيبان لي ما دار والو الشعب المغربي. خصنا شي حاجه نلمسوها، لا بن كيران ولا من غيره كاع، هذا اللي غيجي ولا هادو اللي غيجي، وخصنا شي حاجه نلمسوها حنا الشعب المغربي.